وسبب الابيات ديت للامام البوصيري وهو كان في مرحله من شبابه اصيب بمرض الشلل، فضل كتير يصلي على النبي ويدعو ربنا ويتقرب لربنا بالصلاه على النبي، لغايه ما في يوم حلم بالنبي ان النبي جاله ومسح عليه بالبرده بتاعته وصحي من النوم خف من مرض الشلل. والمعروف عن احمد شوقي امير الشعراء انه كان بيشرب الخمره، ويقال انه قبل ما يموت بسبب مدحه للنبي بسبب هذه الابيات ان النبي جاله في المنام وقال له ان الله عز وجل غفر له كل ذنوبه بسبب هذه الابيات، فنال المجد والشهره والشفاعه الاثنين معا. ايوه، زي ما قريت عنوان الفيديو، هنتكلم في الفيديو دوت عن الشعراء اللي مدحوا النبي، من احمد شوقي امير الشعراء اللي قال قد جاوزت قدري ابا الزهراء، الى الشاعر المسيحي اللي مدح النبي طمعا في المجد وغيره من احمد شوقي بعد ما بلغ من المجد ما تطمع في اي نفس. ولو عاش حياته كلها امير الشعراء يقصد الشعر، قال احمد شوقي ربع المجد اللي ناله لما مدح في ابا الزهراء. احنا عارفين ان المجد على اعناق العظماء، اذا ما استحسنوا اعطوا. بس قبل ما نتكلم عن شعراء مدح النبي هنتكلم عن قاعدة المؤرخين وعلماء الاثار عارفينها. القاعدة دي بتنطبق على الشعراء، يعني الشعراء اللي حضروا وادركوا الاسلام وكان فيهم نزعة الجاهلية متوغلة في قلوبهم لم يسلموا، ما دخلوش في الاسلام، عاشوا وماتوا على الجاهلية. والشعراء اللي كان فيهم فطرة انسانية سليمة في شعرهم واللي كان قبل الاسلام يعني ما عندهمش نزعة جاهلية، يعني ما بيفرقوش بين الناس في الدين او اللون او القبيلة، عندما ادركوا الاسلام وكان الاسلام لسه ضعيف وعدد من اسلموا من دخلوا في الاسلام بيتعدوا على الصوابع اسلموا وجريوا على الاسلام. وعلى العكس شعراء اللي انشغلوا بنزعة الجاهلية، لان الشعراء لما يكون فيهم نزعة الجاهلية بيكونوا شر على الناس، لانهم بيميزوا بين الناس في الدين او اللون او القبيلة، فينشف في الناس دعوة الجاهلية. كل يرى في نفسه ما لا يرى في غيره، فيعدو القوي على الضعيف فتهتك الأعراض وتزهق الأرواح وتفنى البشرية. أما غير الشعراء لو كان فيهم نزعة الجاهلية إن هو بيفرق بين الناس في الدين أو اللون أو القبيلة، فده شخص مهمش ملوش قيمة في الحياة، اجتمعت ليه لعنات السماء وبؤس الأرض. والعقل البشري زي ما قال ابن خلدون عالم الاجتماع إنه لما بيجتمع عليه الجوع والجهل بيظهر عليه أعراض، ويلخصها ابن خلدون في 3. الإنسان بيصاب بالسعار، بيكون غاضب على طول وبيكون هجومي بدون سبب، وآخر حاجة ليفل الوحش، جلد الذات ولعن الذات وشتيمة الذات. وانت لو وصلت لها خلاص انت وصلت الليفل الوحش، مش هتنزل تاني، انت وصلت للقاع. واللي زي دوت بيصطنع المشاكل لانه بيحس انه لسه عايش على الارض، فده ملهوش قيمة في الحياة وده مفيش منه خطر. ومثال على كده شاعر ذو فطرة إنسانية سليمة أدرك الإسلام وهو عنده 90 سنة، وكان الإسلام ضعيف، وهو لبيد بن ربيعة. عندما سمع بالإسلام وهو عنده 90 سنة وهو في العراق هرع إلى الإسلام وجري على الإسلام ومشي من العراق لغاية مكة. ويقال إن هو ورد على النبي وهو حافي الرجلين وهو ماشي من العراق إلى مكة عشان يسلم. قال ولقد يئست من الحياة وطولها وسؤال الناس كيف حال لبيب. كان بيقول خلاص أنا كبرت، ما بقيتش طامع في الدنيا، لا بنات أو نساء أو مال أو سلطان. وكان الدكتور اللي بيدرس لي كان بيقول إن مثل هذا الشاعر لبيد بن ربيعة لو أدرك الإسلام على فراش الموت لأمن الموت، راح يسلم ورجع تاني يكمل موته. فطرة إنسانية سليمة. حتى لما تيجي ترجع لشعره في الجاهلية قبل الإسلام تلاقي شاعر بيحس الناس على مكارم الأخلاق والجوار والمروءة، زي مثلا الأمثلة اللي احنا بنقولها في حياتنا اليومية، ما ينوب المثال لك إلا تقطيع هدومه. الأمثلة اللي زي ديت بتميت المروءة في قلوب الرجال. فاللي زي لبيد بن ربيعة الشاعر كان بيسكت على الحاجات اللي زي ديت وبيتكلم عن الأخلاق وبيحس الناس عليها، فكان طبيعي إن هو أول ما أدرك الإسلام جري عليه وأسلم. وجاء في كتاب الأغاني عن الأصفعاني إن لبيد بن ربيعة قال بعد إسلامه الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى لبست من الإسلام سربالا. ومثال على الشعراء اللي كان عندهم نزعة الجاهلية وأدرك الإسلام ولم يسلم هو الأعشى الكبير. كان شاعر مشهور غني من قبيلة شيبان من بكر بن وائل، أدرك الإسلام لكن
كان في قصة هتوثق النظرية ديت في دماغ المؤرخين. الأعشى الكبير أدرك الإسلام وذهب للنبي عشان يسلم. هتقول لي استنى، مش انت بتقول الشاعر لو كان فيه نزعة الجاهلية وكان شعره قبل الإسلام ما فيهوش مروءة أو فيه نزعة الجاهلية ما بيسلمش وبيموت على الجاهلية؟ طب ازاي الأعشى الكبير يروح للنبي عشان يسلم؟ هي ليها قصة كبيرة هحكي لك كلها. الأعشى الكبير كان معروف عنه انه شخص بيمدح اي حد بيديله فلوس، لدرجة ان هو مدح ملك الفرس لغاية ما حصلت معركة ذكار. المعركة ديت غيرت نفسية الشاعر، ممكن تكون حركت فيه فطرة إنسانية سليمة. واللي ما يعرفاش ان المعركة ديت ان ملك الفرس اراد ان هو يتجوز بنت الملك النعمان هند، فهند رفضته. فملك الفرس شاف نفسه زي انا ابقى ملك الفرس وسيد قومي وبنوته زي دي ترفضني، فعمل حيلة وطلب ابوها، ولما جاله قتله وجهز جيش عشان ياخد هند غصب عنها. فراحت تستنجد بالعرب، والعرب ما بيردوش مستجير بيهم، فراحت لقبيلة بني شيبان من بكر بن وائل، واللي كان منها الشاعر الكبير الأعشى وسيدنا المثنى بن حارثة الشيباني اللي كان الدراع اليمين لسيدنا خالد بن الوليد في قصر الفرس. فاستنجدت بيهم، وكان سيد القبيلة شيخنا الشيخ هانئ، المؤرخين بيفتخروا بيه. فجمع قومه وقال لهم: يا قومي والله ما أردت لكم إلا الخير، ما اخترت لكم إلا الموت الكريم خير من العيش الذليل، وإني والله لا أردها أبدا ولا تعايرني العرب بها، وإن أردتم فالرحيل. أما أنا فأحميها ما أحمي به نفسي، وأدفع عنها بنفسي ومالي وولدي حتى نفنى جميعا. فالقبيلة أجمعت إن هي هتفضل معاه، وإنها لو كتب عليها الموت هيموتوا معاه في سبيل الدفاع عنها هند بنت الملك النعمان، وما يتقالش عنهم إنهم سلموها. فوقفت هند قالت الشعر واستنجدت بباقي قبائل العرب، فاجتمع العرب لأول مرة بسبب هند بنت الملك النعمان. فوقف شيخنا الشيخ هانئ وقال: إن الطعن في الصغور خير من الأعجاز والدبور، وهالك معذور خير من ناج فرور. فاجتمع العرب ثم صبروا وانتصروا على الفرس، وكان أول مرة العرب ينتصروا فيها على الفرس، وكان الإسلام لسه ضعيف، وقريش لم تشارك في المعركة، فسمع بها النبي فمدح في هذه المعركة. وأنا كنت نفسي أعمل فيديو عن شعر الغزل، بس الدكتور بتاعي كان بيقول لي قدم شعر مدح النبي وبعد كده اتكلم عن شعر الغزل. بعدين هنرجع تاني لهند بنت الملك النعمان اللي تسببت في حرب راح ضحيتها الآلاف من الرجال بسبب إن هي رفضت ملك الفرس اللي هو ملك الفرس. حتى إن المؤرخين كانوا بيتعاطفوا مع ملك الفرس ضد هند بنت الملك النعمان، بيقولوا: ما بالك يا هند، قد جاءك ملك الفرس يريدك زوجة له تقاسميه ملكه، يلد منك ولد يرث عرشه، والله ما قتل جنوده في الصحراء إلا عندما قتلته أنت عندما رددتيه. هند بنت الملك النعمان كانت أجمل نساء العرب، وحتى أبا سليمان سيدنا خالد بن الوليد وهو رايح لجيوش الفتح يحارب الروم فشاف هند بنت الملك النعمان اللي كانت سبب في معركة ذكار، فاستبطأ جيوش الفتح من أجلها وعفر أقدامه بالتراب ثم ذهب إليها فردته. مسكين أبا سليمان. هنتكلم عليها في فيديو شعر الغزل بعد الفيديو ده إن شاء الله. فمعركة ذكار لما شافها الأعشى الكبير، بالرغم إنه كان في شيء من الجاهلية وإن عمره ما يسلم أبدا بسبب النزعة اللي عنده، لكن شاف العرب مجتمعين عشان يدافعوا عن بنوتة ربما رأوها إنها الوطن. عارفين إن الوطن هو البنات والنساء والمال والسلطان، وخير الوطن هم البنات والنساء. والعرب كانت بتقول لأبنائها: ازهد في أي شئت إلا البنات والنساء، فإنهن خير الوطن، ومن ذاق من حلاوتهن فقد ذاق طعم الوطن، وهان عليه أن يموت في سبيله. لما شاف الأعشى الكبير هذا الشاعر معركة ذكار، اتحركت فيه شيء من الفطرة الإنسانية السليمة، لدرجة أنه راح ليسلم على إيد النبي بعد المعركة. لكن المؤرخين بيقولوا إن ده ما يسلمش أبدا، ده فيه نزعة جاهلية متوغلة في قلبه. لكن لما راح هناك لمكة عشان يسلم على إيد النبي، طلع له أبا سفيان وقال له: إن الحرب بيننا وبين ابن أخينا قائمة على قدم وساق، فلو أخذت 100 من الإبل ثم رددت عنه فإن ظهر فأته وامدحه ما شئت. فقال: لا أكره هذا، ثم ذهب ولم يسلم وعاش ومات على الجاهلية. القصة دي بتدلل على توثيق القاعدة دي في عقول المؤرخين. بس قبل ما نبدأ الفيديو
ممكن تشتركوا في القناة وتدعمونا بلايك، وما تنسوش بقى الفيديو الجاي هيبقى عن شعر الغزل من الجيل الأول من الأجداد الفاتحين لغاية دلوقتي. أول شعراء معانا في مدح النبي هو سيدنا حسان بن ثابت. تعرف ان قصيدة وأحسن منك لم ترقدت عيني هي من شعر سيدنا حسان بن ثابت؟ سبب هذه القصيدة ان سيدنا حسان بن ثابت كان جالس مع الصحابة، فدخل عليه النبي، فالصحابة وقفوا وقعدوا إلا سيدنا حسان بن ثابت، فسألوا النبي، فرد على النبي وقال له: وأحسن منك لم ترقدت عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء. انتوا حافظين أكتر مني. وأجمل ما قاله سيدنا حسان بن ثابت في مدح النبي برضو هو: فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدنا حسان بن ثابت كان بيقول ان الله عز وجل من صفته الحمد، فاشتق للنبي من صفته اسما له ليجله في البيت الشعري ده. من اجمل ابيات الشعر في مدح النبي ومطلع القصيدة: وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض أن تعبد، فأنت سراجا منيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهندة. تاني قصيدة لكعب بن زهير بانت سعاد في مدح النبي، واللي بيقول فيها: بانت سعاد فقلب اليوم مدبول، أي محطوط في التوابل. بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، محطوط في التوابل. أنا بهزر، مفيش حاجة من ديت. ويكمل ويقول: متيم إسري لم يفد مقبول، أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن، فيها مواعظ وتفصيل. ودي من شعر مدح النبي لكعب بن زهير لما جه يسلم على إيد النبي، وسعاد هي الناقة تحته، وقيل أنها سماها سعاد من المساعدة لأنه أتى للنبي من مسافة بعيدة عشان يسلم على إيد النبي، فهي من ساعدته أي حملته إلى المجيء إلى النبي. ثالث الشعراء في مدح النبي شعر أبا نواس. أنا عارف إنك مستغرب لأن أبا نواس كان شاعر الخمرة، لكنه في الآخر تاب وقال في مدح النبي: مطهرون نقايات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم كلما ذكروا، من لم يكن علويا حين تنسبه، فما له في قديم الدهر مفتقر، أولئك القوم أهل البيت عندهم علم الكتاب وما جاءت به السور. وده كان من شعر الشاعر الكبير أبا نواس في مدح النبي بعد التوبة، لأن الشاعر الكبير أبا نواس قبل التوبة كان بيسعى عند الخلفاء لغاية ما وصل لمراتع الخلفاء ومجالسهم، فاعتكف على الخمر والنساء، حتى قال له الناس: ألا ترتضع يا أبا نواس فتترك الخمر وتزهد في البنات والنساء؟ قال: لا، قد حرمتم وقد تمتعت، وإني أطمع أن أصيب ضعف الذي أصبته في الدنيا من الآخرة. وأنشد يقول: اسقني خمرة وقل لي هي خمرة، ولا تسقني سرا إن أمكن الجهر، فلا لز مع العيشات من دونها سترا. وقال: دع المساجد للعباد تسكنها، وسر بنا إلى خمار ليسقينا. ما قال ربك ويل للذين سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. سمع الأبيات ديت الخليفة العباسي فحكم عليه بالإعدام، فتشفع لأبا نواس ابن أخو الخليفة فقال له: يا مولاي، أما علمت أن الشعراء يقولون ما لا يفعلون؟ فعفى عنك. وده كان في فترة الخلافة العباسية، كان خلفاء بني العباس بيتشددوا على الأدباء والعلماء، يعني عشان يستعطفوا الطبقات المهمشة من الرعاع والهمج إنهم حامين حمى الأخلاق والفضيلة، ودي مكاسب سياسية. مع إن في الجيل الأول من الفاتحين في شاعر تغزل ببنوتة جميلة وذكر كل مفاتنها وهي واقفة في الحرم، وهو عمر بن أبي ربيعة. فسمع بكده سيدنا العباس عم النبي، اللي خلفاء بني العباس اللي اتشددوا على أبا نواس وكانوا عايزين يقتلوه بسبب شوية أبيات شعر، دول أحفاده. لما سمع أبيات الشعر بتاعت عمر بن أبي ربيعة ما عجبوش، لدرجة ما الناس راحت لسيدنا العباس عم النبي وقالت له: نضرب أكباد الإبل ونأتيك نسألك في مسألة في الدين فتردنا، ويأتيك ابن أخيك فيقول سفها فتسكت. فصلهم وقال: إن الشعراء يقولون ما لا يفعلون. اتشدد عليه ليه؟ ده لسه شاب صغير وأطرف للحياة، وده كلام يعني ما فيهوش حاجة. وبرضه الشاعر اللي جه للنبي ومدح النبي وذكر أبيات شعر
هو بيفتكر نفسه وهو بيشرب الخمرة بالمسك عند الملك النعمان ملك المناذرة، والنبي ما ردوش، بالعكس كان مبتسم وكان بيسمع للشعر ودعاله في الآخر. وده الجيل الأول اللي هو الجيل الذهبي. ولو بصيت للبرامج الدينية سواء المسيحية أو المسلمة دلوقتي هتلاقي عادي فيها تحريض على الكراهية، لأن اصطناع المشاكل بيستعطف الرعاع والهمج المشردين المهمشين، لأنهم بيحسوا بنشوة السعادة إنهم لسه عايشين على الأرض، وإن الأرض ما جابتش أحسن منهم، وبتجيب للبرامج ديت مشاهدات، والمشاهدات يعني إعلانات، والإعلانات يعني حسابات في البنوك. أنت عيل عبيط وأمك عارفة إن أنت عيل عبيط. في يوم من الأيام هتندم إن أنت عشت حياتك كلها كاهن متسلط على الناس، واللي كان بيوجهك عمل فلوس وحسابات في البنوك وأمن مستقبله، وأنت ضيعت عمرك كله. نرجع تاني للشاعر أبا نواس، إن هو تاب في الآخر واتحقق له ما طمع فيه ونال الدنيا والآخرة، وأنشد يقول في شعر التوبة: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن يلوذ ويستجير المجرم، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. رابع الشعراء في مدح النبي للإمام البوصيري نهج البردة، واللي بيقول فيه في البداية: أمن تذكر جيران بذي سلم مذقت دمعا جرى من مقلة بدمي، إلى أن قال: محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. وسبب الأبيات ديت للإمام البوصيري، معروف عن الإمام البوصيري إن هو مصري، وهو كان في مرحلة من شبابه أصيب بمرض الشلل، فضل كتير يصلي على النبي ويدعو ربنا ويتقرب لربنا بالصلاة على النبي، لغاية ما في يوم حلم بالنبي إن النبي جاله ومسح عليه بالبردة بتاعته وصحي من النوم خف من مرض الشلل. لما صحي قال شعر البردة في مدح النبي. خامس الشعراء معانا في مدح النبي لأحمد شوقي أمير الشعراء في الرد على البوصيري في مدح النبي، واللي سماها نفس الاسم للإمام البوصيري نهج البردة. بيقول: ريم على القاع بين البار والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤزر أسدا يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم، لما رنى حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبي بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتمت الرمح في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي، يا لائمي في هواه والهوى قدر لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلمي. حتى قال أمير الشعراء في مدح النبي: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به عند حدوث الحادث العممي، ولن يضيق رسول الله جاحك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم. أحمد شوقي بعد هذه الأبيات بلغ من المجد ما تطمع فيه أي نفس، اتشهر، كل المسلمين اللي في العالم عرفوه وبقى يحفظوا أشعاره ويشوفوا الأشعار اللي قبل كده قبل الأبيات ديت. وأكيد أمير الشعراء أحمد شوقي كان طامع في الشفاعة والمجد، ومش عيب. الطمع في العظماء يولد المجد، والمجد بيكون على أعناق العظماء إذا ما استحسنوا أعطوا. والمعروف عن أحمد شوقي أمير الشعراء إنه كان بيشرب الخمرة. هتقول لي أمير الشعراء كان بيشرب الخمرة؟ أقول لك أنت مالك؟ هتعمل لنا كام متسلط على أمير الشعراء؟ ويقال إنه قبل ما يموت بسبب مدحه للنبي بسبب هذه الأبيات، إن النبي جاله في المنام وقال له إن الله عز وجل غفر له كل ذنوبه بسبب هذه الأبيات، فنال المجد والشهرة والشفاعة الاتنين معا، لدرجة إن شاعر مسيحي اسمه جاك شماس، شاعر سوري، طمع في الشهرة والمجد اللي نالها أحمد شوقي، فقال أبيات شعرية في مدح النبي من أجمل الأبيات بجد. بيقول: يا خاتم الرسل الكرام تحية من شاعر مسيح الهوى والمقام، أنت الذي بالحق جئت مبشرا والعدل فيك شريعة ونظام، أنت الذي بالحب ناديت الورى فالحب فيك عقيدة ووئام، أنت الذي بالخير جئت مرشدا فالخير فيك فضيلة وتمام، أنت الذي بالعلم جئت معلما فالعلم فيك حضارة وسلام. الأبيات ديت من أجمل الأبيات
في مدح النبي. وكان الدكتور اللي بيدرس لنا كان بيقول لو حضرت وفاة هذا الشاعر لأمرت الناس أن يصلوا عليه، فهو ليس مسيحي، وإني والله لا أشك أنه مسيحي، تالله إنه ليس مسيحي. ده صحيح، اللي عارف بالشعر يعرف إن الشاعر دوت مش ممكن يكون مسيحي ويقول في مدح النبي الأبيات الجميلة دي. ولكن الشاعر ده كان طمعان في المجد فنال ما طمع، فإن العظماء إذا ما استحسنوا أعطوا، ولو طمع في الشفاعة لنالها، لكن طمع في المجد فنال ما طمع فيه. وبعديها على طول شفنا شعراء مسيحيين كتير مدحوا في النبي، الغرض منه هو الطمع في المجد، وانهم يكونوا ترند وشعرهم يتشهر والناس تحفظه وتفضل تردد اسمائهم، زي الشاعر المسيحي جورج سطحي اللي قال في مدح النبي: يا من سرت على البراق وجست اشواط العنان، آن الأوان لو أن تجدد ليل المعراج، آن عرج على القدس الشريف ففيه أقداس تهان، ضج الحجيج به وريع ضريحه والمسجدان، هذه صدوم تصاعد النيران منها والدخان، والذعر يحدو الشاردين كأنهم قطعان ضان، ماذا دهاهم؟ هل عصوك فأصبح الغازي جبان؟ أنت الذي علمتهم دفع المهانة بالسنان، ونظرت للشهداء جنات وخيرات الحسان، يا صاحبي بأي آلاء النبي تكذبان؟ وده عادي جدا تلاقي مسيحيين ومستشرقين معجبين بشخصية النبي وبيمدحوا فيها، زي المستشرق الأمريكي صاحب كتاب تاريخ الحضارة ديوران، اللي كان معجب بنبي التوحيد ونبي الإسلام، وقال عليه إنه كان متحضر، واستدل بإن النبي لما هاجر من مكة للمدينة وكان ليه الغلبة، ولو أراد لحرد على الأقليات الموجودة هناك من اليهود والمسيحيين وسفك دماء الأبرياء وقتها في الفترة ديت من حياة العرب. وكان القوانين في الوقت دوت: من لا يظلم الناس يظلم، يجب على من أراد الملك أن يظلم الناس حتى يرعب خصومه فيكون له المهابة والغلبة والسلطان. لكن نبي التوحيد لم يفعل هذا، بالعكس ده سواهم بنفسه، ومن سواك بنفسه فما ظلمك، وأعدل الناس من يساوي الناس بنفسه. مش بس كده، ده كان معجب بنبي الإسلام واعتبره من أعظم الشخصيات في التاريخ. ومايكل هارت اللي من أصول يهودية كتب كتاب العظماء 100 وأعظمهم محمد، برغم إنه من أصول يهودية لكنه علماني مستشرق مش متدين أو متطرف دينيا، غير المستشرقين اللي كانوا في العصور الوسطى للكنيسة اللي هم الهمج اللي رموا الإسلام إنه انتشر بالسيف أو حاجات زي كده. دول كانوا همج وكانوا في العصور الوسطى وشايفين إن الأديان بتحارب بعضها، يعني المسيحية هتحارب الهندوسية أو دين التوحيد لغاية ما تفنى البشرية، ولو اتعادلوا هنلعب ضربات جزاء لغاية ما تفنى البشرية كلها. واتكلم برضو مايكل هارت عن 100 من العظماء وحط أعظمهم نبي الإسلام، وقال: أتمنى لو أن نبي التوحيد أو نبي الإسلام يكون موجود الآن عشان يعالج مشاكل البشرية كلها وهو بيشرب كوب قهوة، كما حضر الهمج اللي عايشين في الصحراء وصنع حضارة بالرغم ان الصحراء ما فيهاش موارد، وده كان في فترة متأخرة في تاريخ البشرية. فيعمل ايه دلوقتي واحنا وصلنا لكل الثروة والعلم والتكنولوجيا اللي البشرية وصلت لها؟ كده الفيديو خلص. اشتركوا في القناة ودعمونا بلايك، واستنى الفيديو الجاي. لو الفيديو ده بجد فادك في اي حاجة ارجوك ادعمنا واشترك في القناة. الفيديو الجاي هنتكلم عن شعر الغزل من الجيل الاول من الاجداد الفاتحين لغاية العصر الحديث. اشترك في القناة وادعمنا عشان تستنى الفيديو الجاي. سلام.